وصيته بالإحسان إلى أهل مصر على وجه الخصوص. والحديث عن أبي ذر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يذكر فيها القيراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة وصهرا، وفي رواية ذمة ونسبا، لأن الرسول تزوج ماريا وكانت ماريا القبطية، ومن قبل الرسول صلى الله عليه وسلم أم سيدنا إبراهيم كانت منين؟ هاجر المصرية. فإذا كان الحديث بيقول نسبا فإن لكم فيها ذمة ورحما، يبقى الرحم دي بتعود على مين؟ على سيدنا إسماعيل. وإذا قال الرسول فإن لكم فيها نسبا وصهرا، يبقى المصاهرة هنا على مين؟ على مارية القبطية التي أنجبت للرسول صلى الله عليه وسلم إبراهيم وتوفي وهو صغير. على أي حال، هذه الأخبار تدل على حسن المعاملة للأصهار.